السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. حاليا داخلين بالتليجرام على ما يقارب 5000 شخص، وبدأنا التحدي 7 أيام أو تحدي ال7 سكرينات. وصلنا بشكل غير متوقع ما شاء الله لأكثر من 120 سكرين خلال اليوم الأول فقط. حنبدأ حاليا باستعراض سكرينات، بس طبعا في نقطة أهم نذكرها. بس وجب التنبيه على أنه كان أمامنا طريقين: إما أن نذكر التفاصيل كلها في كل سكرين، أو أن نمر عليها مرور سريع. واخترنا الطريق الأصعب حتى أو الأطول حتى يستفيد الجميع إن شاء الله بأكبر قدر ممكن. إن شاء الله الآن نبدأ مع أستاذ زياد ليستعرض معنا أول سكرين. تفضل. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه الأخبار؟ احنا مبسوطين جدا بتفاعلكم معنا، ما شاء الله العدد أكبر ما احنا كنا متوقعين بكتير جدا. فعشان كده الموضوع أخد مننا شوية جهد شوية، فنتمنى إن انتوا تفضلوا متفاعلين معانا، لأن ده بيفرحنا جدا وبيخلينا نبذل المجهود ده واحنا مبسوطين. فخلينا نبدأ بالسكرينات. طبعا كمان في حاجات أساسية احنا كنا بنحاول نركز عليها. مش طبعا مش بنقول كل الأخطاء بشكل واضح، لأن في تفاصيل كتير جدا لو قلناها للليفل اللي لسه مبتدئ ده هي شوية يعني هيتلخبطوا. فالمهم عندنا أول سكرين من ده. آه نوعا ما في هنا السكشن اللي فوق ده. أوكي، مفيش فيه بعض التفاصيل. في هنا الوصف أو البايو اللي محطوط، هي تشتغل ايه او وصف عنها وعنوان بيتها او هي منين. فالخطأ اللي هنا ان الخط شوية مش واضح، اللون شوية رصاصي زيادة عن اللزوم، محتاج يكون أوضح سيكة. كمان لو يكونوا جنب بعض، سواء ممكن أمسك القلم، لو يكونوا جنب بعض يكون يفضل، بحيث إن احنا نوفر مسافة. كمان عندنا هنا في السكشن ده شوية حاسين إن الفونت كان محتاج يبقى أكبر شوية، أوضح يعني. كمان هنا الأزرار كانت محتاجة تكون أكبر سيكة كمان. في الغالب مش نفس المقاس، أعتقد إن الزرار ده أكبر شوية من ده. كمان هنا الأيكونز نوعا ما كويسة ولكن شارب قوي، فكنا محتاجين حاجة تكون أنعم شوية. بس كمان هنا الايكونز اللي مش متحددة او مش سيلكتد لونها باهت جدا، التباين بتاعها ضعيف، كنت محتاجة تبقى اوضح شوية، والمسافات ما بينهم كبيرة جدا. تحت هنا عندنا بس المسافات ما بين الصور شوية كبيرة، كانت محتاجة تبقى أقل. في الغالب بيكون أفضل مسافات بنشتغل عليها وهي 16 في الخانات اللي زي دي. كمان عندنا البار اللي تحت كله كويس في كل حاجة، ولكن شوية الايكونز اللي هي مش سيلكتد كانت محتاجة تكون مش بولد، مش ظاهرة قوي كده، وكان لونها كان محتاج يبقى أوضح شوية. كمان عنوان كل ايكون كان محتاج شوية يبقى أوضح ومش بولد. طيب وحاجة كمان يا شباب محتاجين نركز عليها جدا، وهي إن إحنا نتفاعل مع بعض بشكل عام، نتناقش مع بعض. أنت تقول لي أنت ليه عملت ده بالشكل ده، وأنا أقول لك الأخطاء اللي موجودة عندك، وأنت تصحح لي وجهة نظرك. بحيث إن إحنا كلنا يبقى في تفاعل مع بعض. النقاش ده بيخلق فايدة كبيرة جدا لينا إحنا الاتنين ك كمصمم أو مصمم تاني. فخلينا ناخد برضو رأي الشباب اللي معانا. فممكن أستاذ باسم اتفضل. السلام عليكم يا شباب. طبعا أنا مبسوط جدا بتفاعل الشباب كلها وبجد مبسوط ومتحمس جدا إن احنا نكمل باقي التحديات بنفس الريتم كده، لأن تقريبا وصل لنا زي ما الشباب قالت، زي ما أستاذ زياد وويس قالوا، إن وصل لنا فوق تقريبا 130 أو أكتر من تصميم. يعني ما شاء الله أنا مبسوط جدا بتفاعل الشباب آه، في التحدي ده. زي ما زياد تقريبا قال
كل بس الحاجات اللي ممكن تصلح. التصميم شكله حلو جدا وحتى المسافات يعتبر أنا شايفها كويسة، بس ممكن تبقى هنا، بس هنا الغلطة بتاعت المسافات، إنما في الباقي أنا ما شاء الله شايف إن الموضوع كويس. الغلط بس أو الحاجة اللي ممكن نضيفها عملية التسلسل الهرمي. أنت عينك عايزة تشوف على إيه. يعني مثلا ممكن كنا نكبر الفونت للأرقام، لأن أنا ده اللي يهمني. أول حاجة هتخش عيني عليها على أي بروفايل هشوف هو عنده كام فولو، عنده كام فولوينج، بنزل كام بوست. فبالتالي يعني يفضل إن ندي شوية سبوت أو نركز شوية عن الفونت ده يبقى أكبر من حجم البوست، فهيبقى مفضل. نفس الكلام طبعا زي ما باشمهندس زياد قال على موضوع الزراير. يعني الهاي بتاعه مش مش أحسن حاجة. باقي التصميم كويس، ولكن أنا عندي تعقيب على شيء بسيط جدا. اختيار الأيكونز. حاسس إن الأيكونز قديمة شوية على تطبيق زي السوشيال ميديا. يعني لو كنا استخدمنا حاجة مودرن أكتر، لأن ده تصميم يعتبر قديم. هتلاقوا طبعا مكاتب كتير وناس كتير منزلة على فيجما كوميونيتي على كذا مكان، بس يعني كتير كتير جدا منزل ايكونز شكلها لذيذ مودرن، فكان هينقل التصميم في حتة تانية جدا. بس ده تعقيبي الوحيد. ممكن أستاذة سلوى تدينا رأيها؟ اولا يا جماعه، شكرا على التفاعل بتاعكم بجد. متحمسين ومنتظرين منكم اعظم واحسن تصاميم. طبعا مفيش حاجه اقولها، الشباب قالوا وكفوا ووفوا الصراحه. بس ممكن مثلا هنا عند الايكونز دي، لو انا مثلا لما اجي اعمل سيلكت ممكن اديها لون بحيث يبقى اتراكتيف اكتر، واوضح اصلا لليوزر ان انا في السكشن ديت. بس ده التعليق الوحيد اللي عندي حاليا يعني على السكرين دي بس. جميل جدا. أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اكيد طبعا فرحانين بتفاعلكم معانا في التحدي دوت. وبالنسبه للشباب اللي ما لحقتش تخش التحدي، ان شاء الله في لسه ايام جايه يقدروا يخشوا فيها. طبعا ما عنديش اضافه بعد اللي زمايلي قالوها، سواء استاذ باسم او زياد او سلوى. ولكن انتوا هتاخدوا بالكم واحنا شغالين ان يعتبر الغلطات يعتبر بتتكرر، او هي حاجات بسيطه قوي الناس واقعه فيها يعني. ولكن ما عنديش اي اضافه على اللي هم قالوه يعني. ماشي يا أستاذ عبد الرحمن، شكرا يا صديقي. خلينا ندخل على الديزاين التاني يا شباب. ما شاء الله كويس، يعني عاش جدا بالنسبة للشباب المبتدئ إنهم يطلعوا نتيجة زي ديت، فإحنا فخورين جدا بيكم والله. تعليقنا هنا لو جينا نتناقش أنا والشباب، فحاجة من الحاجات المهمة جدا اللي ممكن نسأل الأستاذ باسم عليها: هل زر الرجوع هنا، بما إننا في البروفايل بيج، هل في نظرك مهم أو لازم يكون موجود؟ لا، ده لو صفحة جانبية أو صفحة أنا فتحت بيج على بيج، فبالتالي أنا محتاج إن أنا أرجع. إنما لا، البيج البروفايل باين من تحت أهو زي ما إحنا باين قدامنا إن دي بيج أساسية من ضمن البيجز. فأنا لو دوست على باك هيوديني فين؟ طيب هيرجعني فين؟ هل هيطلعني بره الأبليكيشن ولا إيه؟ فأنا شايف إن دي مكانها مش هنا. لو البروفايل سكند يعني اختيار تاني أو صفحة فوق صفحة زي ما بيقولوا كده في البروجرامينج، ليها مسمى كده، اللي هو أنا حطيت صفحة على صفحة، فبالتالي أعرف أعمل باك. فلا، ده في التصميم هنا دي الصفحة الأساسية بتاعتي، فشايف إن زرار الباك ملوش لازمة إن هو يتحط هنا. مهم. حلو جدا. ودي حاجة مهمة جدا يا شباب، لازم تاخدوا بالكم منها، وهي ان زرار الباك ده مش شرط يكون متواجد هنا، يعني هو مكانه مش الأفضل ومش الصح. فلأن دي غلطة معظم الشباب موجودة في كل الإسكريبتات اللي معانا، فتاخدوا بالكم من النقطة دي. تاني حاجة، الباك جراوند هنا نوعا ما مش أفضل حاجة، حاسسها مزعجة جدا لعيني. زائد ان تناسق الالوان، الاخضر مع الاصفر مع البلور اللي في الباك جراوند، الموضوع مزعج جدا. انت لازم لما تيجي تصمم ديزاين تاخد بالك انك في ناس هتكون مثلا عندها مشكلة في النظر او التفاصيل دي كلها، اللي مش عايزين نتطرق فيها، دي حاجات شوية ادفانسد. ولكن الباك جراوند هنا مش افضل حاجة خالص، محتاجة تكون اهدى، ويفضل لو تكون سادة مش بلور او صورة بسيطة.
كمان الايكون دي محتاجة تبقى اقل شوية حجما، والايكون دي بتكون في العادي او في الطبيعي ان هي بتكون 3 نقط بشكل افقي، مش بشكل، لا بشكل عفوا رأسي مش بشكل افقي. فبس ده كان تعليقي هنا. ممكن استاذ باسم برضو يقول لنا ايه رأيه في السكشن اللي تحت ده. التصميم طبعا ممتاز، يعني خصوصا باين في البداية إن هو لشخص مبتدئ. فأنا شايف إن مش حابين نحبطك أو شيء، لا أنت بالعكس، كلنا كنا بنبدأ بتصاميم مش شكلها حلو. وده أنا شايف إن ده تقريبا أحسن كتير كتير بكتير من لما أنا كنت باجي بادئ في مجال اليو أي واليو إكس. يعني أنت عديت مراحل كويسة جدا، فحابب أقول لك إنك واصل لمرحلة بوينت لذيذة جدا. برضه نفس الكلام أو اللي هنكرره، فكرة إنك عايز عينك تقع على أي حاجة في أول سكرين، فبالتالي الاسم هنا صغير. طب لو كبرناه هيبقى أحسن، لأن عيني هتيجي على هنا. طب بعد كده هتروح على فين؟ على الفولورز. برضه نفس الكلام، نفس اللي احنا قلناه في السكرين اللي فاتت تقريبا هنقولها في كل السكرينات اللي جاية. فالتعديلات أو الأشياء مكررة. نفس الكلام على البوتونز، زي ما أستاذ زياد قال في السكرين اللي فاتت. البوتونز برضو الطول بتاعها مش ألطف حاجة. برضو على ما أظن، يعني على لو عيني فعلا جايبة، المسافة ما بين هنا وهنا مش قد المسافة اللي ما بين هنا وهنا. بالظبط. فالموضوع متكرر، الأخطاء متكررة وعادية، دي أخطاء عادية يعني في البداية بنقع فيها. بس يعني عظيم جدا. خلينا نشوف سكرينة بعدها يا شباب، ممكن نكمل هنا عادي جدا. آه السكرينة دي بصوا هي الأخطاء نوعا ما متكررة معانا، فاحنا هنحاول نكتشف الأخطاء المختلفة. وممكن أستاذة سلوى تقول لنا هنا هي شايفة إيه من وجهة نظرها للديزاين. اولا الديزاين كبدايه بجد تحفه، لو انت واحده لسه ما بداتي في الديزاين. بس في تعليقات بسيطه المفروض نعرفها عشان خاطر ناخد بالنا منها في التحديات اللي جايه ان شاء الله. اول حاجه هنا اهو الفونت محتاج يبقى اوضح اكتر، لان حاساه مش متناسق اصلا مع الديزاين. و بالنسبه هنا برضو الخط برضو مش واضح، محتاج يبقى فيه بولد اكتر. تمام، ده اول حاجه. بعد كده هنا حاسه ان البوردر بتاع ديت محتاج يبقى لون مش نفس لون البوتون ده. يعني مثلا ممكن نخليه لون رصاصي بس مش غامق، فاتح شوية. والمسافة هنا اهو ما بين كل تكست والتاني كبيرة خالص مقارنة كمان بده. ومحتاجين كمان نركز على المارجن عشان خاطر حاسة ان السبيس هنا صغيرة خالص. و بس وايه تاني بالنسبة للتاب بار ده، المسافة ما بين الايكون والتانية كبيرة لحد ما. وحاسة ان ال- البتاع شوية محتاج يبقى واضح شوية، يعني مش خالص. بس وحجم التبر يعني محتاج يبقى أكبر شوية. بس صح. ده تعليق على الحوار كله. ومش عارفة لو حد عنده إضافة تانية يا شباب. صح جدا. لا بالظبط. التصميم حلو جدا جدا جدا، وما اظنش ان هي مبتدئة. يعني شخص زي ده بيطلع تصميم ما شاء الله حلو جدا، انا مش شايفها ان هي أعتقد ده مبتدئة. مش فعلا مش أول آه. تصميم ليه فعلا. أها. الفكرة بس ان على حسب مدى قدرتك احنا بنعلي بريتم يعني عشان تستفاد. مش شرط بس ان احنا ندي الفيدباك بتاعنا للمبتدئ، لا انت مثلا تصميم زي ده ما شاء الله حلو جدا، فبنحاول ان احنا نديله فيدباك يفيده بأقصى شكل. بس زي ما سلوى يعتبر قالت كل حاجة، أو بس ممكن الفونت بتاع الاسم مش ألذ حاجة. ونفس الكلام زي ما حكينا على الهيراركي لتنظيم البيانات بتاعتنا. وزي ما تقريبا أسماء سلوى آسف قالت كل حاجة. يعني الموضوع خلص. ونقطة الباك كالعادة مش محتاجين بالظبط نعمل نفس كده. الغلطة، فاحنا مش بس محتاجين نعمل باك فعلا. بالظبط. طيب خلونا نشوف الديزاين اللي بعده، واحنا هنحاول نمشي اسرع شوية يا شباب اختصارا لوقتكم. نفس مشكلة زرار الباك. مفيش هنا الناف بار مش موجود.
كمان الألوان بتاعت الأزرار دي مش أفضل حاجة. آه، هو بشكل عام الديزاين نوعا ما شكله مبتدئ، كويس جدا. لسه كشخص لسه بيبتدئ لسه بيتعلم، وكأول ديزاينات ليه فشيء عظيم جدا إن هو أصلا أخد الخطوة وبدأ وقدر يطلع حاجة زي كده. كمان هنا الايكونز محتاجة تبقى متناسقة اكتر مع بعضها. لو تركزوا معانا يا شباب، احنا نفس المشاكل كلها هي بتاعت نفس الفئة اللي احنا بنتكلم فيها، او فئة الشباب اللي عاملة التحدي كلهم، اللي هم فئة الناس اللي لسه مبتدئة، لسه داخلة المجال، لسه بادئة تعمل ديزاينات ليها. فلو هتركزوا معانا ان معظم المشاكل هتكون كلها في نفس الاساسيات اللي هي الايكونز، المسافات. يعني هنا لو جينا نمسح الخط ده عشان نوضح أكتر، هنلاقي إن المسافة ما بين الأيكون والكتابة، السطر اللي جنبها ده كبير جدا. فالحاجات دي لازم نركز عليها. الأيكون مختلفة ده غلط كبير جدا، لازم الأيكون كلها تبقى متناسقة مع بعضها. كمان هنا الفونت ده كبير زيادة عن اللزوم، محتاج يبقى أصغر شوية ويبقى بولد مثلا بحيث إنه يبقى أوضح. كمان الرقم ده قليل جدا، حجم الخط يعني أقصد. نفس النظام هنا. كمان اللون بتاع الزرار ده مش واضح جدا. كمان الايكون دي ملهاش لازمة، او ممكن نشوف ايكون مناسبة اكتر. كمان نفس المشكلة تحت هنا، المسافات ما بين الصور دي كبيرة جدا جدا جدا، مش انسب حاجة. هنلاقي برضو ان نفس المشاكل متكررة معانا في صفحات تانية كتير. ممكن برضو استاذ باسم يقول لنا رأيه ايه في السكرينة دي. ما شاء الله تقريبا عمار مستوى مش مبتدئ. أنا ما أظن ده مش مستوى حد مبتدئ. أنا شايف إن التصميم شكله حلو. ممكن نركز في الصورة. ممكن شكلها صغير، يعني لو كبرت شوية تبقى شكلها ألطف مقارنة مع حجم الفونت. فالموضوع حاسس إن في حاجة غلط، فلو الصورة كبرت شوية فهيبقى شكلها لذيذ. مم، الفونت صغير. حجم الفونت صغير، مش عارف. محتاج يكبر. لازم تبقوا عارفين إن يعني في زي ما بيقولوا قوانين كده أو best practice لإزاي إن أنا أحط الفونت والأيكونز وأختار الأيكونز والتوزيعة دي. فالموضوع يعني هنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نضيف مقالات للموضوع ده وإنكم تقروها علشان تفهموا تختاروا الفونت بتاعكم. على ما أظن أنا شايف جدا جدا التصميم شكله حلو إن شاء الله. أنا مش حاسس إن ممكن أضيف جزء. ممكن لأ، يعني لو حد شايف من الشباب حاجة أنا مش شايفها، فلو إيه رأيكم طول أستاذة سلوى؟ هو مفيش حاجة تتقال تاني، بس عن تعليق بسيط نفس الكلام اللي كنت علقت فيه على سكرين لبنوتة، ان التكست اللي جوه والايكونز يبقى نفس لون البوردر، او البوردر يبقى نفس لون التكست اللي جوه، عشان يبقى في تناسق اكتر في الالوان والكلام ده. والمسافة، المسافة هنا هو برضو حاساها مش متناقص، يعني محتاجة تبقى تتحسن أكتر. ومثلا المفروض إن البوتن ده أكتف، فأنا المفروض أحدد له لون يبقى أتراكتيف أكتر عشان خاطر أبين لليوزر هو في أنهي حتة. أنا قلت التعليقات دي قبل كده بس. وهنا التاب بار برضو محتاج تظبيطات. يعني المسافة هنا هو مثلا لو البروفايل هنا أكتف فمحتاجة أديله لون من نفس لون مثلا الكلر اللي هو الفوق ديت اللي هو الأزرق كده. فبس ده التعليق اللي حابة أقوله، يعني لو حد عنده حاجة إيه تاني إضافة. عظيم جدا. برضو نفس المشاكل المتكررة معانا. فخلينا نروح على السكرين اللي بعدها، وهنا في حاجة جديدة. هي مش جديدة نوعا ما، ولكن هي واضحة هنا قوي. وهي إن الديزاين مش ماشي على الجريد بتاعته. ففي هنا جريد من أساسيات التصميم إحنا بنعملها قبل ما نبدأ الديزاين بتاعنا أصلا، وبنبدأ نمشي عليها. نبدأ ناخد مارجن معين لينا، نفترض مثلا 16 20 على حسب الديزاين اللي شغالين عليه. وبنبدأ نمشي بتناسق بالديزاين بتاعنا كامل على الجريد بتاعنا ده. فهنا لو تلاحظوا هتلاقوا إن لو حذفنا ده مثلا، هتلاقوا إن الزرار ده مش ماشي على الجريد، مش متناسق مع الصورة، مش متناسق مع الأيكون اللي هنا.
هتلاقوا الموضوع نوعا ما كمان الايكونز دي مش واصلة لآخر الصورة هنا، اللي هو تناسق الجريد. كمان برضو نفس المشكلة هنا، كمان الزرارين دول اوكي شكلهم نوعا ما كويس، ولكن مش افضل حاجة، لان افترض ان لو انا عندي اكتر من سوشيال ميديا ضايفها، فكيف الشكل هيكون يعني؟ فمحتاجة تبقى عبارة عن مثلا لينكس او لينك واحد بيطلع له بوب اب، او تفاصيل تانية، بس ده مش افضل شكل ليها يعني. كمان الايكون دي مش محتاجة تبقى ظاهرة قوي كده يعني. في حاجات يا شباب من الحاجات المهمة قوي اللي لازم تاخدوا بالكم منها، وهي ان في حاجات بمجرد ما عينك بتشوف الديزاين عينك بتروح عليها، انا مش محتاج اروح عليها. يعني حاجة زي الاعدادات مثلا، انا مش محتاج ان انا ان الاعدادات تخطف عيني، او شكل الايكون ده يخطف عيني. يعني هو شكله مميز هنا. كمان الباك جراوند سودا، والايكون ديت لونها من نفترض بنفسجي، او بنفسجي غامق شوية، فالموضوع ظاهر قوي. فدي مش حاجة صح جدا. كمان هنا برضو نفس مشكلة الفونت، محتاج يبقى أوضح. كمان نفس مشكلة الصورة، حاسسها كبيرة شوية. كمان برضو نفس مشكلة الفونت اللي هنا صغير جدا. كمان الفونت كله فيه مشكلة. من الحاجات اللي لازم تركزوا عليها أوي يا شباب، وهي موضوع الفونت ده مهم جدا جدا جدا. كمان هنا الناف بار اللي تحت ده مش أفضل حاجة. أنا مش عارف أنا واقف فين، ايه الأكتيف اللي هنا. كمان ألوانهم تقريبا مش نفس درجة اللون، فمحتاج يبقى أفضل من كده بكتير. كمان دي نفس السكرينة. ممكن هنا نروح أستاذ باسم يدينا رأيه في السكرينة دي. نوعا ما مش مكسلة شوية، بس أوكي، حاول بقى تطلع حسب ما قدرتك. هو موضوع البكسلة وموضوع البكسلة بجد احنا عانينا منها قوي، لأن في ناس برضو واحنا بنجمع الداتا عايزين إن شاء الله يعني هنصيغ الموضوع ده بشكل أفضل، وإن احنا كلنا نبقى يعني بنطلع التصميم بس كيو اي، مش محتاجين تعمل موك اب. الحاجات دي هتبقى مع باشمهندس ويس إن شاء الله هينزل القوانين عشان ما نغلطش نفس الغلطة دي في التحدي الجاي. تمام. آه شايف إن الباك جراوند كبيرة لو واخدة تقريبا، لو حسبنا تلات أرباع البيج، مش محتاجين إن هي تبقى كبيرة أوي كده يعني. الجزئية دي كنا ممكن نستفيد منها بحاجة تانية، بالذات إن والصورة كبيرة. تمام. بلس إن شايف شفاف يعني الدارك مود، يعني مش بالجزئية دي، فبنحط الشفاف. الموضوع موضوع برضو حتى في السكرين اللي قبلها في الدارك مود انتوا بتختاروا الدارك اسود كحل، فالموضوع بيتعب العين اكتر ما هو مفيد. فبلاش ان احنا نختار الدارك مود، لازم يبقى لون من الوان الاسود، بحيث ان احنا نديله شوية كده راحة للعين. لأن الدارك مود معمول عشان إنك تهدي الألوان، ما يبقاش أبيض ولون فاقع، لأ الموضوع بيبقى بسيط. تمام. ده نفس الكلام على جزئية البادنج، وإن هنا المسافة هنا مش نفس المسافة هنا، برضه في جزئية تانية اللي هي الكابيتال، لازم بنركز على الجزئية دي. طالما احنا عملنا مشينا هنا كابيتال، يبقى هنا لازم تبقى كابيتال في الفونت. نفس الكلام على الايكونز هنا شكلها كبير قوي مقارنة بالفونت في الحجم ده. فانا اللي عايز اركز اكتر على على الايكونز دي، ولا عايز اركز على الفونت؟ لازم جزئية التركيز او العين ايه كمصمم يو اي ويو اكس بتركز اكتر. انت ايه المهم في السكرين هنا؟ ايه اللي المفروض هنا تيجي الاول عليك؟ الاسم. طب بعد الاسم ايه اللي ممكن يجي تاني؟ نفس الكلام اللي قلت في السكرين الاولى تقريبا. الفولوينج نفس الكلام. بعديها ايه اللي ممكن تيجي عيني عليه؟ البوستس اللي هو حاططها، إيه الحاجة الكونتنت اللي هو نشره. فنفس الكلام على الصورة كبيرة، فاحنا ممكن نصغر شوية الايكونز ونصغر الصورة. أم، باقي التصميم على ما أظن شكله لذيذ. نفس الكلام نوع الشفاف، حاسه مش ألطف اختيار الشفاف، سواء هنا أو فوق في البوتوم ده. فكان ممكن نعمله بطريقة أفضل، بس كتصميم ككل كنت أنا شايفه حلو جدا.
يعني ما شاء الله. وبالإضافة لكلام باسم، معلش لما نيجي نستخدم الدارك مود يا ريت نستخدم لون يكون واضح، بحيث يعني يجذب العين أكتر على الحاجات المهمة اللي أنا عايزة أبرزها في السكرين نفسها. بس دي الإضافة اللي عايز حابة أضيفها. بالظبط يا سلام. نخش في السكرين اللي بعدها. عاش جدا. خلونا نروح للسكرين اللي بعدها. نفس أخطاء الشباب المتكررة. نوعا ما هنا حاسس الدنيا زحمة شوية. طب كويس، لقينا خطأ جديد. أول حاجة طبعا ننسى فكرة زر الرجوع ده. تاني حاجة عندنا هنا السكشن ده مش أفضل حاجة. أنت حاسس إن الدنيا كلها محطوطة في بعضها كده، مكركبة، مش منظمة، أو التصميم مش واخد راحته كده في المساحات. معلش لو في بقطعك المساحات لا لا، يا اتفضل. مهم. هي على ما أظن إحنا لو نزلنا تحت، هو مم. هنا عامل بيج، في غلط تكنيكال تقريبا، أو هو دي البيج بتاعته ولا دي البيج بتاعت حد هو عامل عليها سيرش، لأن ما ينفعش لو البيج بتاعته اه، يعمل فولو. صح، صح ف... جدا. فهو هنا تحت، بص هنا عامل مهم. بوتن إن هو دي البيج بتاعته. طيب مهم. الجزئية دي لو هي مش البيج بتاعته فممكن نحط عادي رجوع. يعني دي لو هو عامل سيرش اه، مثلا وده البروفايل فعادي ممكن نحط، انما لو البيتش بتاعته فازاي هنحط رجوع؟ خصوصا انك انت هنا عامل بوت، فهنا في غلط في الجزئية دي. انت مش موضح هي البيج بتاعته ولا دي بيج هو عامل عليها سيرش بس. اتفضل صح جدا. اتفضل بكلمة سيسو. تسلم الله أستاذ باسم. تمام يا شباب، أهم حاجة تركزوا عليها بالله، وهي موضوع إن خلي، لو أنت أصلا ما عندكش أي مبادئ أو أي فكرة، حاول تخلي الديزاين بقدر الإمكان بسيط خفيف، مفيش فيه حشو كتير، يكون مريح للعين. يعني هنفترض مثلا إن احنا جينا هنا، ليه الصورة دي واخدة المساحة دي كلها؟ ليه الصور مش متناسقة؟ ليه برضو الصورة دي واخدة المساحة دي كلها، في حين إن في صور واخدة مساحة أقل، يعني نصها تقريبا؟ فالموضوع مش متناسق تماما، فمش مريح للعين. كمان هنيجي لمشكلة الفونت، صغير ومش واضح. ف وكمان هنا الفونت حاسه كبير، بالعكس يعني. هنا الفونت كان صغير جدا، هنا حاسه أكبر شوية. كمان هنا الفونت كله في الديزاين كله معمول بولد تقريبا، يعني نفس الفونت كله واخد نفس الستايل. فأنا مش مرتاح، لأن أنا عيني بتنزل على حاجات كتير قوي مرة واحدة، مفيش مثلا حاجة واضحة عن حاجة. كلهم نفس درجة اللون، كلهم نفس ستايل الفونت. فالموضوع مش مريح تماما للعين. كمان هنا ال الايكونز دي اصلا انا مش شايف دي ايه، يعني من كتر ما هي صغيرة جدا. وكذلك الفونت هنا محتاج يبقى اوضح شوية، ومش بالستايل البولد. نفس المشاكل المتكررة اللي محتاجين تركزوا عليها يا شباب، وهي الفونت. هنا برضو نفس الفكرة. آه هنا الموضوع عكس تماما شوية نوعا ما. آه الفونت هنا مش درجة اللون مش أوضح حاجة، كمان حاسه كبير زيادة عن اللزوم. كان ممكن لو صغرناه شوية ووضحنا درجة اللون للأغمق شوية فهتكون أحسن كتير. المشكلة بقى هنا كمان إن لو تلاحظوا درجة اللون وستايل الفونت هنا واضحة قوي وكبيرة، واللي تحتها ده مش واضح يعني. أنا فعلا شايف البوست دي بصعوبة، شايف الفولوينج دي بصعوبة، الفولورز بصعوبة. مش مفيش تناسق تماما. انت ليه مخلي واحدة بولد قوي ومكبر حجمها ولونها غامق جدا، في حين ان في فرق شاسع ما بين الكلمة اللي تحتها مباشرة. كمان هنا الاد دي، الستوري، حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 اللي لازم تتعودوا عليها. اوكي، انت فاهم ان انت لازم تحط التاتش بتاعك، وحاسس ان انت عايز تعمل حاجة جديدة، بس ده مش الشكل الاعتيادي بتاع بتاع الستوريز عفوا. فانت لازم تعمل الحاجة اللي العين متعودة عليها، ما تصممش حاجة آه مش اللي العين والبشر العاديين متعودين عليها. ما تختلفش بالشكل القوي ده. آه
نفس مشاكل المسافات هنا أو نوعا ما كويسة. بس هنا مش ماشي على الجريد. كان المفروض يبدأ من الجريد اللي هو ماشي عليه، اللي هو الخط اللي احنا واخدينه ده على المارجن بتاعه. والمسافات ما بين الصور ضيقة جدا جدا جدا، مش مريحة للعين إطلاقا. دي من الحاجات اللي لازم تاخدوا بالكم منها يا شباب. ايه تاني؟ صح جدا على كلامك، أنا متفق معاك يا زياد. مهم. كمان جزئية، يعني أنت طبعا شرحت جدا حلو جدا الجزئية اللي فوق دي. بس أنا عندي بس اختلاف أو بوينت في جزئية إن هو تقريبا هنا حط كام مشاهد على ما أظن، اللي هو 100 اه، 1200، مش حاطط الباقي. بس صح. على ما أظن هو مش حاطط الباقي لأن هو ما، لا، لو حطيناه هنا مش هتبقى ظاهرة. احنا لازم ناخد في حسبان إن ازاي مم. اظهر بالشكل ده. يعني دي بلاك، الخلفية بلاك، فبالتالي انا ممكن لو حطيتها هنا هتظهر. احنا ممكن ندي باك جراوند او فوتو كده بسيطة ونديلها opacity قليل بحيث ان احنا نقلل. وعندك كذا طريقة، يعني عندك كذا طريقة هتبان افضل من كده. ممكن ما نحطهاش بالشكل ده، ممكن عندنا كذا طريقة تانية ان احنا نظهرها. فانا شايف ان مكانها هنا غلط، وخصوصا ان انت عملتها مرة واحدة، فبالتالي انت ما عملتهاش في باقي التصاميم. مش حاسس ان هي ألطف حاجة. بالنسبة لجزئية الاد، احنا بس اضيف على كلامك يا زياد. ده مهم. البوتن الرئيسي بتاعك تقريبا. ده اهم بوتن انت محتاج ان بتشجع اليوزر ان هو يضيف دايما صور ليه. فانا شايف ان هو مطفي، فانت ليه مخليه مطفي كده؟ فلا، ممكن تحط الوان، تخليه شوية تفاعلي اكتر مع اليوزر، لانك انت عايزه يضيف دايما اول لما يخش على السكرين دي، يضيف ميموريز ويضيف اشكال تانية واماكن تانية هو راحها. فلازم الجزئية دي كانت لو ادينا لها الوان مثلا او عملناها بشكل افضل هيبقى احسن بكتير. بس كتصميم انا شايفه كويس جدا. عظيم جدا. ممكن كمان هو عامل دارك مود منه هنا من نفس الديزاين، نفس طبعا كمان تعليق جدا. هل أستاذ باسم شايف إن الناف بار اللي تحت ده مناسب إن أنا أحط فيه كل العدد من الأيكونز دي؟ انا شايفه كتير كتير يعني. بالظبط. مش لازم، ممكن السيرش ملهوش. لو شلناها يبقى كويس برضو. الريل نفس الكلام، الفونت بتاع مهم. الكابيتال هنا. كمان انا شايف، حاسس ان الجزئية ما بعد السيرش اكبر وهنا اقل. فيعني الموضوع حاسه ان في هنا سبيسنج كتير عكس هنا. مهم. فالموضوع محتاج شوية شوية بس إن احنا نركز في السبيسنج. زي باقي الشباب برضو عندها مشكلة في السبيسنج. بس مهم. كتصميم كمقبل أنا الصراحة شايفه كويس جدا حتى في التوزيع. الصراحة حتى مهم. الألوان بتاع الدارك مود مهم. حاسسها نوعا ما كويسة. مهم. مش يعني بس دي من استخدم الحاجات أبيض وأسود. يعني دي من الحاجات مهم. الصعبة جدا إن أنت تظبط ألوان، بالظبط. درجة ألوان الدارك مود. يعني الموضوع مش سهل. بالظبط. كمان كم. هنا جه في دماغي جدا إن نفس الخطأ بتاع ال- مهم. الزرار بتاع الرجوع ده. فإحنا كان ممكن نستبدل مثلا حاجة موجودة هنا فوق هنا مثلا، أو نبدل، أو نقدر بالظبط. نشيل ده وناخد حاجة مكانه من النافبار بحيث يدينا مساحة وأريحية أكتر للعين. ف بس فخلينا ممكن نشوف برضو الديزاين اللي بعده. نيجي لو جينا للديزاين ده يا شباب هنلاقي برضو نفس المشاكل بتاعت الشباب، وأهمها الحاجات الجديدة اللي محتاجين نركز عليها، وهي ما ينفعش الناف بار بتاعك يبقى زحمة كده. يفضل يكون 4 أيقونز بس، بحيث تبقى في أريحية وفي مساحة بين الأيقونز يحدد مريحة للعين. الأولوية، أهم حاجة إن هو بالظبط. يحدد الأولوية. بالظبط، يعني احنا شايفين إن الإكسبلور هنا ملوش لازمة. يعني انت ممكن ممكن يتحط في مكان تاني، او ممكن اشيله اصلا على حسب طبعا. انا مختلف معاك في الجزئيه دي. ممكن نسيب الاكسبلور ونحط السيرش يعني. في الستيرش بالظبط نضيفها احنا في كمان في البيج بتاعت الاكسبلور زي الانستجرام عامل كده. ممكن احنا كمان مم. عندنا، لو تلاحظ الجزء اللي فوق ده كله فاضي، فممكن نحاول مهم. نستغل في حاجة برضو. برضه بالظبط. اه
بس فدي من الحاجات الجديدة اللي لازم تركزوا عليها يا شباب. كمان الايكونز هنا لو تلاحظوا في حاجة من الحاجات المهمة والجديدة اللي مختلفة هنا شوية، هي ان درجة اللون الرمادي ده مش نفس الدرجة دي. ده مش عدم تماثل في الديزاين بتاعي، لازم تبقى درجات اللون كلها موحدة. تمام. انا شايف في آه التصميم بتاعها لو نرجع، يعني هي مم، تقريبا يعني كل التعديلات اللي احنا قلناها هي ما شاء الله، يعني هنا مش موجودة، سواء في البوتونز أو شوية سواء فهي كويسة حتى في جزئية الفولورز، وإن هي مدية أولويات، فما شاء الله كويس جدا. بس الغلطات البسيطة دي يعني سهل جدا إن هي تتصلح. جزئية بس الفوتوز أو الصور، ليه دايما عايزين تحطوا أكتر صور؟ يعني احنا ممكن نوسع الدنيا بحيث إن ما تحطش تلاتة كده لازقين جنب بعض. فاحنا ممكن نقلل شوية الوستيوم أو ندي مساحة سبيسنج أكتر من كده، الموضوع يبقى مريح للعين. بس ده الجزئية اللي أنا كنت عايز أقولها، إنما باقي التصميم حلو جدا، حلو جدا جدا. بالإضافة معلش للبوينت هنا مهم. في هنا مش واضح خالص إن هو بوتن أصلا، فيا ريت ناخد مم. بالنا من الموضوع ده مهم. ونهتم بالمارجن يا جماعة. أهم حاجة هنا اهو صح. نهتم بيها عشان خاطر ناخد بالنا ندي اليوزر مساحة متجه للعين. فين بالظبط، فناخد بالنا من الحاجات دي بس. تمام، جميل جدا. مم. حجم الخط برضو محتاج يكبر شوية مهم. بس. اوكي. السكرينة التانية نفس المشاكل التي نواجهها، مفيش مسافات ما بين الصور، الناف بار، زحمة. مهم. ده مش السيتنج آه هنا ملوش، السيتنج هنا حاسة ملوش بالظبط. لازمة، ممكن نحطه فوق. مهم. بالظبط. مثلا. الحجم بتاع البلس ديت مش نفس المقاس بتاع باقي الايكونز. مهم. مهم. مثلا لو انا في صفحة البروفايل، انا ما اعرفش ان انا في صفحة البروفايل اصلا، فانا محتاجة احدد بلون معين وهكذا. وهنا حجم الايكونز برضو واللون، المفروض طالما هو مش سيلكتد فانا المفروض اختار له لون مش مطفي بس يعني يظهر ان هو مش سيلكتد اصلا، وابرز وابرز الايكون دي شوية مثلا بحيث مهم. تبقى واضحة ان هي سيلكتد بس. أنا شايف إن الأيكونز هنا كبيرة أكبر من اللي موجودة في الناف بار، فاحنا المفروض لو عكسنا مم. بالظبط. كان هيبقى شكلها أحسن. ادي مهم. الحجم هنا والحجم بتاع ده في الناف بار، فهيبقى شكلها حلو جدا. معلش، بالإضافة كمان لعلامة الآت دي، هي المفروض ده اسم يوزر فالمفروض يبقى مفيش جنبه العلامة دي، يا إما أعمل سب تايتل تاني وأحط اليوزر نيم بالآت دي، بس هي مهم. كهنا مش مينفعش تبقى موجودة. ده من رأيي. التصميم شكله كمجمل شكله حلو، ولكن جزئية الصور بالظبط. برضو، جزئية الصور اللي مم. هم حاطين كذا صورة بحجم كبير ومفيش سبيسنج، ده زحمة للعين. أنا مش عارف أختار إيه. فإحنا ممكن نهدي الكونتنت بحيث إن ندي أولوية للسبيسنج أكتر. بالظبط. بالظبط. كمان هنا نفس المشكلة بتاعت الشباب اللي محتاجين نركز عليها تاني، مهم. وهي ارتفاع الأزرار بيبقى ولا أعلى من أظن كده شوية. زي اللي إحنا قلناها كتير، فإحنا لو مم. سكبناها فيعني خلاص الموضوع اتعرف. بالظبط. ممكن نشوف هنا. أو هنا حلو العكس ده. بقى. بالظبط. هنا عامل ايكونز كبيرة مش صغيرة. عامل ايكونز كبيرة قوي مش صغيرة قوي. مهم. بس شايف الجزئية زحمة. انا شايف ان في زحمة، جدا. يعني الجزء ده زحمة أوي، انا مش عارف انا هعمل ايه او ابص فين الفولورز، مش شايف، مش واضحة. مهم. وبرضه الايكونز ليه حاطينها كده؟ والايكونز دي يعني انا شايف ملهاش لازمة. يعني انت بتخلي تطبيقك او بتركز تطبيقك انك بتعمل له دعاية لتطبيقات تانية، يعني ليه حطيت دي هنا؟ ممكن يبقوا في سيكشن جانبي ميبقاش ظاهر اوي كده، خصوصا انك كده بتعمل دعاية للتطبيقات دي ان هي تستخدم تعرف يعني اليوزر يعرفها من خلالك، فليه؟ ادي اولوية مهم. للابليكيشن بتاعك. مم. مفيش طبعا هنا الاوباسيتي قليل قوي، قليل قوي لدرجة ان انا مش شايف ان في اختيارات ممكن اختارها. في زحمة، جزئية الزحمة هنا سبيسنج، محتاجين سبيسنج، ادوا من فوق بادنج. وفي مارجن برضو تديها مارجن هنا، تديها بادنج. ليه دايما
تزنقوا الكونتنت، بتخلوه زحمة. لا، انت معاك مساحة، انت ممكن تطول الصفحة دي وهو يعمل سكرول. فيعني الموضوع ما يبقاش زحمة في أول سكرين، لأن أول سكرين ده أول حاجة انطباعي الأولي. فأنا عايز تبقى الدنيا هادية ويبقى فيه سبيسنج ومش مش زحمة. بس دي الجزء بتاعي اللي أنا لفت نظري في البوينت هنا. كمان أنا شايف إن المسافة ما بين الصفحة وبداية الأيكونز كبيرة مهم. جدا. بس ف أنا شايف الصراحة عشان أديله حقه إنه اختياره للألوان واختياره للفونت لذيذ. لا لا، كويس كويس جدا. حتى والأيكونز برضه برضو شكلها أنا حلو. أنا بصراحة بتبسط أول لما ألاقي حد عامل الدارك مود بدرجات مهم. ألوان كويسة. مهم. فممكن نشوف الديزاين اللي بعده. نفس نفس المشاكل برضو اللي اتكلمنا عليها. الأوباسيتي بتاعت الفونت هنا مش أوضح حاجة، لو تاخدوا بالكم يا شباب. مهم. كمان في فرق قوي ما بين درجة الألوان بتاعت الأزرار دي والكتابة دي ودرجة اللون بتاع الكلام اللي موجود هنا أو البايو اللي موجود هنا. مهم. فأنا أنا ممكن لو أضيف حاجة. يعني أنت إيه تركيزك في ال 3 بوينت في ال 3 تابس بالظبط. دول؟ مين إيه اللي يهمك أو إيه اللي يشد المستخدم؟ لازم ما يبقاش ال 3 بوينتس بنفس الشكل. يعني البوتونز دي لازم تديلها أولوية. أنت إيه أولويتك، تتصل ولا يعمل متابعة؟ بحيث كده إن تدي ده البرايمري بوتون ودول السكندري بوتون. فبالتالي الجزئية دي لازم ناخد بالنا منها. الجزئية بتاعت البورد أو إن هو بيديله كيرف كده. فشايفها مش شكلها، لو كنا عملناها زيرو هتبقى أحسن. لأن هو عامل في مهم. الجنبين، فلو كانت زيرو كانت هتبقى أحسن. أنا شايفها هيبقى شكلها ألذ. صح صح. مم. كمان الايكونز اللي فوق دي حاسسها كبيرة أوي. كبيرة أوي. بالظبط. مهم. كمان هنا حاسس ان الفونت هنا الستايل بتاعه محتاج ياخد بولد مثلا او ميديوم مهم. فاوضح من كده. برضو جزئية إن هنا حاطط منشورات، كان هو كاتب باللغة العربية تقريبا، فليه مم. حاطط كلمة ريلز؟ أو ليه مترجم الإنجليزي عربي؟ الموضوع لو هيبقى أحسن لو حطيت كله بالعربي على الأقل. إنما ريلز كنت تحطها بالإنجليزي، بس برضه ما يفضلش إنك تحطها بالإنجليزي، تحطها باللغة العربية. فهي كان هيبقى مم. شكلها أفضل وأحسن. صح جدا. برضو الجزء اللي تحت ده الأوباستي فيه ضعيفة أو درجة اللون مم. فيه رمادي فاتح جدا، محتاج يميل للأسود شوية. كذلك برضو الألوان بتاعت الأيكونز والنافبار بشكل عام. في جزء وهنا البوست. المسافة مم. هنا المسافة مش مظبوطة أصلا. يعني ده المفروض صورة بروفايل، بس المفروض أجيبها كده شوية. الخط المفروض حجمه يقل، مم. الصورة حجمها برضو يقل. ده هيبقى أفضل وأحسن أنا عشان كنت يبقى بوست. هتكلم في الجزئية دي. أنا مش فاهم هل ده بوست ولا إيه. يعني أنا مش واصلة لي فكرة إن ده بوست، لأن كل حاجة بعيدة عن بعض ومش بالظبط. متناسق في الجزء ده. فممكن البوست كان يتحسن، إنما الجزئية اللي تحت ممكن تبقى شكلها لذيذ. واختيار الايكونز يعني مم. عجبني فيتصل. دي غير دي. مش عارف، اختيار صح الايكونز مش احسن حاجة. بس صح جدا. مهم. ممكن نخش على التصميم اللي بعده. طيب الديزاين اللي بعده مختلف شوية. مهم. ال... مش قوي نفس التصميم صغير مش قوي. حاسس ان جدا. التصميم الخط الكلام صغيرة البوتونز. خالص. مهم. عشان كده احنا يعني الحلول دي احنا هنبعت مقالات وازاي تعمل البوتونز بأحجام البوتونز، ازاي تختارها في الموبايل او في الويب. فالجزئية دي احنا هنبعت مقالات وفيديوهات بتحل الجزئية دي، لأن أغلب الشباب كلها في التصاميم هتلاقي إن عندهم مشكلة مع اختيار السايز بوتن. فالموضوع مهم. السايز هيبقى بسيط لو قروا أو شافوا المشاكل دي. صح جدا. مهم. خلينا نشوف الديزاين اللي بعده. طيب الجزئية في التصميم
في التصميم اللي قدامنا ده. آه، الخط صغير أوي. الخط زي ما بنتكلم دايما في التصاميم اللي فاتت، الخط صغير. احنا دايما عايزين نركز على نقطة تنظيم المعلومات أو تنظيم الهيكلة بتاعت اليو اي بتاعي. أنا عايز عيني دايما تيجي الأول على نفس تقريبا الغلطات اللي احنا قلناها في كل اللي فات. بالظبط، وحتى المسافات كمان مش مظبوطة. ومثلا انا مديله الارقام مثلا بولد وابيض، فده مش واضح، وحاسه ان الجزء ديت ثواني الجزء ده مفيش سكاشن، يعني مش عارفه افرق ما بينهم. فحاسه ان الموضوع صعب شويه، والخط صغير، فبالنسبه لحد نظر ضعيف مش هيعرف يشوف اصلا إيه الموجود. والبوتنز دي انا حاسه يعني الرصاصي مش هيبقى احسن الطف حاجه، ممكن اخلي الاتنين دول زي بعض نفس اللون بس. بالظبط، يعني وايه تاني؟ يعتبر حتى اللي هنا البوست الكلام صغير قوي، يعني ان انا بالظبط. ادوس على اللاف مثلا، هقعد مدة قبل ما صباعي يقدر يدوس على البوتون ده. الايكونز حجمها بالظبط. صغير. وعلامة السيف حاسة ان هي في البوستس بتبقى اصلا موجودة في الايكونز دي جواها اصلا، فحاسة مكانها مش احسن حاجة. بالظبط. وهنا في الناف بار يعني عاملين لي اكتف على علامة السر، فانا المفروض ان انا في البروفايل اصلا، فحاسة الموضوع ملخبط شوية. واحجام الايكونز مش متساوية، ومش عارفة احدد اصلا دي ايه، يعني مثلا انا مش عارفة احدد دي ايه وظيفتها في الايكونز دي. فأهم حاجة نهتم يا جماعة باختيارنا للأيكونز، وكل حاجة بتعبر عن إيه، وإحنا عايزين نظهر إيه. انا فعليا من كتر الديزاينات، من كتر هي نفس المشاكل، بدأت احس بلخبطة ما بينهم، يعني بدأت احس ان كلهم نفس الديزاين فعليا. بالظبط. فهنا انت شايف ايه يا استاذ باسم؟ أول حاجة لفتت انتباهي أو هتلفت انتباه أي حد هيشوف التصميم، الكالر. مهم. صح. الألوان هتوجع عينك. لازم دايما نفكر في اليوزر اللي هيستخدم الابليكيشن بتاعنا. الألوان تبقى هادية، مش فكرة إن أنا أضيف ألوان وخلاص. ممكن اللونين دول لايقين بيبقوا في كالر باترن، يعني الاتنين هيبقوا كويسين، إنما دمجهم مع بعض بالشكل ده حاسس إن مش ألطف اختيار. ممكن نخليهم بطريقة أحسن أو أبسط للعين عشان عينك ما توجعكش. نفس الكلام برضه جزئية البوتون، مش عارف، يعني صغيرة قوي. لو أنا دوست عليها يعني هلاقي صعوبة في إن أنا أدوس عليها بصباعي. هقعد أدوس كذا كذا مرة هنا وهنا وهنا لحد ما أظبط، بالذات لو حد صباعه عريض. الموضوع هيبقى صعب عليه قوي لأن البوتون صغيرة جدا. آه فولورز المفروض مش فولور، زي ما قلت بوستس ما قلناش بوست، فدي خطأ بس في اللغة. نفس الكلام دايما ان السبيسنج ما بين الصور او الكونتنت اللي محطوط صغير قوي. ليه يعني لازم ندي شوية مساحة للعين، تخلي العين تشوف وهي مش مرتبكة. انا هختار هدوس هنا ولا ادوس هنا ولا ادوس هنا، لا انا عايز يبقى في سبيسنج كده. يعني لو حابين تتكلموا عن النيرف بار تكلمي يا باشمهندسة سلوى. لا، ما عنديش تعليق، هي تقريبا نفس المشاكل يعني. فأنا المفروض ما أعملش الكيرف ده أصلا، يعني أخليه كله مربع عادي كده وبس. هو تقريبا الكيرف ده علشان الموبايل، ممكن هو واخد فريم الموبايل. ممكن. ممكن صح. بس هي نفس المشاكل يعني تقريبا، مش عارفة بس. يعني نفس اللي معلش، احنا. وهنا التكست هنا مثلا ده مش اكتف، فانا المفروض اخليه اضمط فيه شويه، يعني ما يبقاش واضح كده، عشان اقدر افرق ما بينه وما بين ال الايكونز او التكست الاكتف، عشان اعرف انا موجوده فين في انهي حته في الصفحه بس. بالظبط ده بالظبط. الحوار. نخش في التصميم اللي بعده. نفس الغلطات تقريبا. يعني الجزء الأول أنا شايفه شكله لذيذ، شكله كويس. مهم. إنما الجزء ده الجزء شكله حلو. حتى اللون هنا ما شاء الله حاسه اه كويس.
الصراحة عامل دمج. مهم. مهم. السكشن ده حلو خالص ما شاء الله. مهم. البوتونز بس هي الصغيرة، لو زادت نفس الكلام اللي أنا مم. قلته في، مش فاكر، في التصميم، في تصميم احنا عدينا عليه قلنا ان احنا لازم بنركز. ما شاء الله هو اختارها بطريقة احسن، يعني ادى هنا للنيو شكل. لو كنا قلنا بلاش نيو، نقول اد مثلا، اد ستوري او اد شيء يدي واقعية للكلمة اكتر، لان نيو انا مش فاهم هعمل نيو ايه، فانا لازم ادي واقعية. بس البوتون حلو جدا، ده اللي كان قصدي عليه فوق، انك تديله روح كده البوتون عشان يخلي المستخدم يستخدمه. مظبوط. مهم. الفونت، مهم. فونت البوست صغير جدا يعني، وهنا زحمة، حاسس إن في زحمة. فليه حاطين كده؟ ليه حاطين اللايكد والتشالنج والسيفد ريبوستد؟ بندي أولوية إيه المهم بالنسبة لنا، الباقي إحنا ممكن نضيفه في او أجزاء أو مهم. او ممكن مثلا يدي مساحة بحيث ان اقدر اسكرول عادي، يعني مش ممكن هيبقى فيه برضه. مشكلة. مهم. مم. ممكن تخلي ان ده سكرول، لو الخمس اختيارات دي المهمة بالنسبة لك، ممكن تخليها سكرول. بالظبط. جزء الناف حاسس ان هو هيطلع بشكل احسن جدا متناسق. يعني احنا لو ظبطنا الناف تقريبا، الناف بار الخاص بيه كان أيوة. التصميم هيبقى 10/10. بالظبط. التصميم الناب مش حاسس ان هو احسن حاجة، بالذات البوتون بتاع الاد. يعني ممكن لو كان اداله، بما انك انت حطيته في الجزء ده فانت عايز تعمل له سبوت، طب خلاص كبره بقى، يعني ادي سايز كبير للبوتون بتاعك، بحيث انك طالما حطيته في البوزيشن انك عايزه يبقى التركيز عليه اكتر، فكبر البوتون. آه. والشادو، الشادو مش ألذ حاجة، ممكن برضو لو عدلنا على الشادو. تمام، اتفضل. بس وعند صورة البروفايل هنا عند البوينتس دي محتاجة يعني يبقى حجمها أوضح شوية عشان هي صغيرة، فبالنسبة لي أنا كسل صراحة مهم. مش شايفاها، فعندي مشكلة. بس لا مفيش تعليق، أنا ما شاء الله بجد الديزاين تحفة، فناقص شوية حاجات ويبقى تنين زي ما بالظبط، بيقولوا. بالظبط مم. كده. باشمهندس زياد، عندك أي تعليق عليه؟ طيب. نفس التعليقات يعني اللي موجودة بتاعت مهم. الشباب كلها، نفس مم. الأخطاء حتى المتكررة. الزرار الرجوع نفس برضو. بالظبط. مهم. زرار الرجوع صغير جدا مش ناقص واضح. ملوش مش لازمة أصلا. مش في مكانه مهم. أساسا، لأن دي اه صفحتك. بالظبط. لكن نفترض ان هو كان في اي صفحة تانية مثلا، مهم. فالزرار كان لازم يبقى موجود، بس لازم يبقى موجود بحجم اكبر من كده شوية، بالظبط. بحيث ان هو يبقى واضح. السكرينات التانية برضو هنا نفس المشاكل. بس ليه مبين الايكون بشكل واضح؟ مهم. لو تلاحظ واخدها هنا حاططها في فيل. بالظبط، احنا بندي الأولوية للبوتنز البرايمري دي، بنحط لها في ده مش زرار أساسي هيستخدمه، لا ده زرار ثانوي. مش دايما لما أخش على السكرين هنا هدوس بوتن أو هدوس السيتنجز. لا، أنا اللي يهمني الفولو، جزء الفولو بس. صح جدا. يعني هنا ما شاء الله مدي سبيسنج، يعني شكلها لذيذ يعني. مم. تحفة. سبيسنج يعني ده اللي كنا بنتكلم فيه، انك تدي راحة للكونتنت اللي عندك. مهم. أنا طيب البوتن معلش أنا آسفة زيادة، بس لا حاسة معلش، طبعا. حاسة محتاجة يوضح أكتر. نفس بس المشكلة برضو اللي انت برضو قلت عليها من شوية. مهم. مهم. خدت بالي معلش. لا مش كده، أنا بقول على الشباب يعني نفس اوكي المشاكل ماشي. تمام. المتكررة. فسبحان الله مهم. حتى بتلاقي كل واحد فينا ملاحظ نفس المشاكل المتكررة اللي أنا موجودة عند بجد الشباب. بقيت أكسل أقول من كتر ما هي موجودة. عايش بالظبط. جدا بجد لسلمى، هي اللي عملت الديزاين ده، فعايش. انا بجد لا، شايف ان تحفة هو تحفة تحفة. شكله حلو جدا. بس الأجزاء بجد. اللي احنا قلنا عليها لو اتعدلت هينقل التصميم في حتة تانية. طيب سؤال بقى هنا مهم جدا، حاجة مهم. مختلفة كده ممكن نختلف عليها شوية. مهم. هل الصورة كده شكلها مناسب، ولا الأفضل إن هي تكون دايرة؟ دايما احنا متعودين على شكل الدايرة، مهم. يعني بالظبط. فيسبوك، لينكد ان، انستجرام، كله بيستخدم الدايرة. ممكن هي بالظبط. حبت تضيف لمستها. مش عارف، حاسسها مش مضايقاني، او انا حتى مش بالظبط حاسسها ان أنا هي كمان حاسة عادي. عادية يعني.
اختلاف مهم. شوية، بس لو كانت الألوان دايرة ممكن تبقى كويسة برضه. الألوان باهتة شوية، محتاجة تبقى واضحة. هي بس التكست نفسه برضو محتاج يبقى واضح شوية. نقطة بس اللون تحس إن هو محتاج يبقى متشبع أكتر من اللون الزيتي بالظبط. اللي وأهم حاجة يبقى متناقص مع يعني قصدي ماشي مع الباك جراوند أصلا. مهم. مهم. بس والناف بار مش موجود. صح. مهم. برضه ده شيء مهم. أنا لو حبيت أروح بنحاول. الهوم هروح مهم. ازاي احنا كده. بس ليه حبينا رجعنا تاني للتصميم واديناها، لان احنا شايفين ان مستوى سلمى ما شاء الله كويس، فاحنا حبينا نديها فيدباك زيادة. مم. مور أيوة. مور علشان تقدر ان هي تستفيد اكتر، مش بس نقول لها التصميم حلو. بس هي ما شاء الله التصميم بتاعها حلو، بس احنا حبينا ازاي تخليه احسن او افضل. فجود بالظبط. بجد. مهم. نايس لسلمى. ممكن ننقل التصميم اللي بعده. عاش جدا. مهم. التصميم اللي بعده. مهم. شايفين ايه يا شباب هنا؟ مم. آه، الصورة واخدة وضعية، يعني كبيرة مسافة قوي. كبيرة قوي. مهم. فمحتاجة تبقى صغيرة شوية. والنيف بار طبعا مش موجود، فأنا مش عارفة أنا فين ولا بعمل إيه أصلا، يعني مهم. هل دي صفحة اليوزر ولا صفحتي أنا؟ فدي مشكلة. ونفس الكلام برضو هنا، اللون مش نفس لون التكست اللي جوه. الحجم صغير بتاع الخط ده. الصور أنا مش فاهمة هي إيه بتعمل إيه مهم. انا بس بس مش حاسس ان طريقة العرض بتاعت البيج دي ان هو خاص بسوشيال ميديا، او انك بالظبط. عايز. حاسه اكتر ان هو ممكن يبقى برنامج مش سوشيال ميديا، يبقى برنامج زي البرامج اللي هي الجديدة اللي بتظهر دي، اللي احنا صح. عارفينها. مهم. مهم. هي الفكرة كلها، بس اللي أنا لاحظت حاجة مختلفة هنا شوية نوعا ما، وهي إن الشخص اللي عمل الديزاين ده نوعا ما لسه شخص مبتدئ، فهو حب يجرب معانا. مهم. ودي حاجة كويسة جدا بس والشباب عاش. أصلا مهم. كتير، يعني كتير ناس كانت بتكلمنا تقول لنا إن هي لسه أصلا مبتدئة وحابة تجرب، فهل في مانع؟ فلا، مفيش مانع طبعا. أنت بتجرب وبتمشي إيدك. المهم إن في أساسيات يا شباب لازم تبقوا واخدينها عشان تقدروا تطلعوا نتيجة بتكون نوعا ما كويسة لليفل اللي هو الليفل البدائي خالص. مهم. فالمفروض تشوفوا التأسيسات ده تتعلموها ازاي. طبعا احنا هنضيف لكم بعض اللينكات وبعض المقالات والفيديوهات، وقناة كمان أستاذ إيهاب فايز عليها كورسات فيجما للمبتدئين اللي لسه ما يعرفوش حاجة عن المجال تماما. هتعلمك ازاي على الأقل تقدر تطلع سكرينة كويسة زي ديت، ولو فيها بعض المشاكل فمفيش مشكلة، الواحد بيتطور واحدة واحدة يعني. ولكن عاش جدا الشخص اللي عمل الديزاين ده، وكويس جدا إن هو عاش جدا. بيجرب معانا وقدر يطلع نتيجة زي دي أصلا. اللي راتبه على ما أظن. مهم. ممكن نشوف الديزاين اللي بعده. تقريبا نفس المشاكل يعني. مهم. ممكن يعني تقريبا احنا خلاص اتكلمنا عن نقطة السبيسنج، فاحنا نعمل سكيب للنقطة دي، ما نقعدش نعيد عشان الناس ما تزهقش برضو. هما خلاص مهم. عرفوا ان السبيسنج وكده. بس انا عندي دلوقتي تعليق. ليه انا حاطط ان انا اكتب هنا، خصوصا ان دي البروفايل بتاعي، يعني ده مش حد انا مسيرش عليه. فنقطة الأكتف أنا مش شايف إن هي ممكن تبقى شكلها لذيذ. جزئية أنا كان قصدي إنك تكبر ال الفونت بتاع إنك تبين له إن ده المميز، أو الرقم ده المميز أكتر من الفولورز، بس مش للدرجة اللي هي تكبره قوي، لأ. برضه يبقى فيه زي انسيابية ما بينهم، وإن في تناسق ما بينهم. الموضوع شكله هيبقى لذيذ لو قللنا شوية الفونت. مش كبير قوي ومش صغير قوي، يعني حاجة في النص كده. الايكونز صغيرة جدا جدا جدا. ايكونز يعتبر لو انا نظري ضعيف فانا مش هشوفها. محتاجين على اقل حاجة بيبقى 16 في 16 على ما اظن، او اقل. يعني بص اللي انت خلاص بقى لازم تضيقها ولازم تصغر الايكونز 12 في 12 دي مثلا اقل حاجة جدا انك ممكن توصلها، انما على ما اظن ده 8 في 8 او 6 في 6. موضوع صغير جدا. فده مهم. غلط. بس انت على الاقل اخرك يبقى 18 في 18 فيما فوق، يعني تمشي بالبوينت دي، تضرب في 8 على ما أظن. تزود 8 في 8 في 8،
أو 4 في 4 في 4 على حسب كل واحد بيبقى ليه خطة معينة أو طريقة للتصميم بتاعه. برضو مم. الشادو هنا حاسس إن هو اه، انا ملاحظ ملوش. الشادو مهم. مش ألطف حاجة. لو ما كانش فيه شادو أو الشادو بسيط كان هيبقى أحسن، بحيث إن لو أنا عايز أدوس على الصورة دي أعرف أنا بالشادو ده معرفتش إن أنا ممكن أدوس على الصورة. مهم. نفس الكلام على الناب بار تقريبا احنا حكينا عليه كتير، ممكن كان يبقى شكله أفضل. أنا معرفش الجزئية دي لو عملت زوم كده أنا معرفش دي غلطة منه أو تبع الأيكون ولا لأ، بس حاسسها مش ألطف حاجة الشادو اللي محطوط يعني. مهم. بس يعني برضو البوتونز الصغيرة تبقى تكبر نفس الحاجة اللي احنا قلناها، بس عايش جدا في طريقة التنسيق بتاعة التصميم شكلها حلو جدا. لو عدلنا الحاجات البسيطة اللي احنا قلنا عليها ننقل البروجكت ده في حتة تانية. حلو جدا. خلينا ننتقل للي بعده. مم. كده وصلنا تقريبا لمرحلة الاحتراف بقى، كده ده مش مبتدئ. مهم. طيب إيه، لو انت ذات حابب تعقب على التصميم. طيب، أنا شايف هنا شوية مش عارف ليه مش حاسس إن درجة مبدئيا، يعني درجة اللون الأخضر مهم. حاسسها مش مريحة لعيني في ابلكيشن زي ابلكيشن سوشيال ميديا، اللي هو مهم. أنا هكون متواجد فيه دايما أو هكون قاعد عليه باستمرار، فنوعا ما مش مرتاح لها. ما مهم. معرفش هل ده صح ولا لأ، ولكن أنا فعلا مش مرتاح لها. كمان هنا الأيكون دي محتاجة تبقى باينة إن أنا قادر أedit على الصورة دي. مهم. فهو حاطط لي علامة صورة أو أيكون صورة أو كاميرا. وفوق برضو فأنا بالظبط نفس نفس الكلام. الفكرة. مهم. ممكن آه، طب ممكن ازاي نحل الفكرة دي؟ يعني انا شايف ان لو نضيف بوتون تاني بس كبير تحت مع النيو ايديا والكلام ده يبقى، او السيتنج فوق ممكن نشيل دول الاتنين مهم. دول احنا مش محتاجينهم ونضيف البوتون ده يبقى حلينا المشكلة أنا دي. انا ممكن احط بوتوم هنا بشكل عام اصلا بالظبط مهم. زي ما انت بتقول، عبارة عن مثلا قلم او حاجة اللي مهم. هو تعبر عن ان تعديل. انت تقدر تedit بالظبط، مهم. وبيضغط عليه بيكان edit بقى كل اللي هو الباك عايزه في جراوند برضه البروفايل حاسسها بشكل ان عام. الباك جراوند بتاعت مهم. الصورة حاسسها ان هي صغيرة برضه، فيعني جدا. مهم. لو كبرت كانت هتبقى شكلها حلو. بالظبط. مهم. كمان هنا الفونت محتاج يبقى اكبر شوية واوضح. كمان هنا الفونت هنا شوية محتاج يبقى درجة لونه أهدى شوية، حاسسها أسود داكن أوي واضحة أوي. كمان الأيكون دي مش مناسبة، حاسسها مش يعني واحدة بولد أوي وواحدة مش بولد، رفيعة جدا. فالأيكون مش متناسقة تماما. كمان الفونت هنا قليل جدا جدا جدا، حجمه صغير جدا جدا. نفس المشاكل، يعني نفس المشاكل اللي اتكلمنا عليها مع الشباب، عدم تناسق الايكونز، الالوان، المسافات، التفاصيل دي كلها نفس مشاكل الناف بار، ان الايكون مش متناسقة. كمان انا مش قادر التحديد او السلكت بتاع البروفايل بيج مش احسن حاجة، بيكونش بالشكل ده، او انا مهم. مش واخد بالي ان انا واقف هنا اصلا. فبس نفس مشاكل كمان الشباب كلها يعني. الألوان في جزئية البوست يعني حاسة إنها كتير أوي، الألوان اللي تحت اللي هي دي مم. شايفها مم. إن هي لو كان الموضوع هادي شوية أنا أبلكيشن هقعد أستخدمه كتير، فممكن الألوان دي ما تبقاش ألذ حاجة. أنا عارف إن الشير ممكن كنا نخلي البوتون بس هو ده اللي لون، إنما اللي ورا الباك جراوند اللي ورا دي مش حاسة إن هي هتبقى لطيفة. ممكن حتى أو هي واخدة كيرف كده، فلو كنا عملناها من غير الكيرف حاسة ممكن يبقى شكلها ألطف. بس يعني إنما باقي التصميم أو طريقة التصميم برضه أنا شايفه لذيذة جدا، وأول نظرة كانت ليه كانت عجباني جدا. مم. وخصوصا برضه يعني أنا ما أظن دي السيتنج، احنا مش محتاجين دي ولا محتاجين الزرار ده لو ده السيتنج، يعني ما أظن مم. احنا مش محتاجين الزراير دي كلها.
بالظبط. بس كده. ده بتاع أبو حميد، عايش حد عايش جدا. صديقي، يعني أنا أعرفه شخصيا. عايش جدا يا ابو فعاش يا حميد. أبو حميد. ممكن نشوف الديزاين اللي بعده. احنا بس محتاجين نسرع، لان احنا معانا، لو انت اه عملت زوم اوت بالظبط، كده، لو عملت احنا زوم اوت بالظبط لازم او تاخدوا بالكم يا شباب ان اها، شوفوا واخدين بص السكات. كتير جدا جدا، فاحنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا احنا نسرع. وكمان ممكن نعمل حاجة كويسة جدا يا أستاذ باسم، وهي إن إحنا نبص بصة سريعة كده مهم. الحاجات المختلفة اللي نبدأ نعلق عليها. مهم. لكن المشاكل اللي لسه اللي هي نفس المشاكل نسكيب على طول، لأن إحنا مهم. كررناها كتير جدا، الناس هتزهق مننا. مهم. بالظبط كده. تمام، التصميم ده مختلف يعني لما جينا نتكلم على جزء ان مم. انا سكيب، ده واخد شوية بطريقة مختلفة. انا شايف البوتنز حلوة، شكلها لذيذ واخدة المقاس الكويس. الفونت بس هنا صغير. مم. الطريقة دي هي طريقة جديدة، مش الطريقة الاعتيادية، بس شكلها حلو. أنا مش شايفها إن شكلها وحش يعني، هي حلوة عجباني. الفيزيت ماي ويب سايت، هو ممكن ادالها اهتمام، بس ماشي شكلها لذيذ. ما يعني هو ما عملش سيباق زي غلطات زي الشباب ان هو ضاف الايكونز. لا، هو ضاف رابط اللي انت زي ما قلت عليه يا زياد، ان هو ضاف رابط كده مم. وهيظهر له، لان احنا ما بنعملش دعاية للابليكيشنز التانية. الجزئية شكلها لذيذ، لو كبرنا بس الفونت شوية عشان يبان هيبقى شكلها حلو. الايكونز هنا كبيرة قوي، يعني لو كانت صغرت كان هيبقى شكلها احلى، لان مش اهتمام قوي ان انا اختار السبيسنج. لو برضو كبرناها او وسعناها ما بين بعض كان هيبقى شكلها حلو. البوتنز كلها حاسس ان هي اكتف في وقت واحد، انا معرفش انا فاني حتة. فلو كان اديناها بلون تاني كان هيبقى افضل. باقي التصميم شكله لذيذ، عايش جدا يا مازن، بجد عايش. واكيد طبعا زي ما اتكلمنا فوق الباك والحاجات دي احنا خلاص اتكلمنا فيها. فيعني التصميم بالظبط. ككل عاش، بس الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي لو اتعدلت هتنقل التصميم في مكانة تانية. مم. تعال نشوف الديزاين اللي بعده. مفيش مشاكل مختلفة، نفس مشاكل الفونت، نفس مشاكل المسافات، نفس مشاكل الكولر. فممكن ننطلق على اللي بعده على طول مهم. عشان الناس ما تزهقش مننا. هنا نفس المشاكل بالظبط، كل حاجة، الناف بار، المسافات، الكولر هنا مش متناسق تماما مهم. تماما تماما. ولكن في هنا حاجة بس واحدة محتاج أعقب عليها، وهي الباك جراوند. لازم تاخدوا بالكم مهم. يا شباب من الباك جراوند، لأن الموضوع بيبقى متعب للعين جدا جدا جدا. لازم تكون حاجة مريحة للعين، مايلة لدرجة ابيض يعني، أبيض. الابيض ابيض بالظبط بس بلون يعني مش ابيض. مش مش ابيض اللي هو أبيض اللي هو النيجاتيف مهم. أو الناف أبيض. ممكن تبقى أبيض شوية مايل رصاصي كده، درجة خفيفة مهم. جدا. بحيث بس لو في يعني مثلا عايزين نحط بوتون لونه أبيض، الباك جراوند يبقى أبيض صرف، فبالتالي هنعرف نفرق ما بين طبعا البادنج هنا محتاجين نوسع البوتون ده، نزقه كده شوية، ندي بادنج نفس هنا وبادنج. المشاكل بالظبط، مهم. نفس المشاكل بتاع الديزاينات كلها. فممكن ننطلق للديزاين اللي بعده سريعا. المشكلة كلها بس إن إحنا خايفين نسكيب حاجة فالناس تتضايق أو يعني كده، ولكن لا. هنضطر مهم. نسكيب يعني. أعتقد يعني إحنا غصب ديزاين ندى عننا. ده عملناه قبل كده فوق. مهم. ده كان أول تقريبا ديزاين اها ده ده كان كان أول أول ديزاين بدأنا تصميم. بيه. مهم. اها. ممكن نشوف التصميم اللي بعده. هنا الباك جراوند برضو مش أفضل حاجة، ونفس بقية المشاكل كلها بتاعت الأيكونز مش متناسقة كمان. الفونت ممكن نبص بصة سريعة برضو على اللي بعده، وهي برضو نفس المشاكل. زر الرجوع ده موجود، مش محتاجينه. مهم. كمان المارجنج حاسه قليل قوي او مش متظبط، برضو في حاجات ماشية مش نفس ال الالاينمنت بتاعت البادنج، عفوا المارجنج اللي هو اخدها. كمان الفونت، التباين بتاع الفونت، فنفس المشاكل المتكررة عند الشباب. كمان هنا نفس المشاكل. مهم. احنا ممكن نعمل لكم حاجة جميلة برضو، لو
ينفع نفتح الفايل ده للملف للشباب نبعته لهم، بحيث مم. ان هم لو حابين ياخدوا يبصوا على الأخطاء ديت والعلامات الحمراء بتاعتنا دي، هيبدأوا إيه يتذكروا على طول الأخطاء بتاعتهم يعني. بالظبط بالظبط، حلوة جدا جميل. الفكرة دي. مم. طيب يا شباب، خلينا نلقي نظرة على الديزاينات بشكل يعني عشوائي لأن فعليا بدون اه مقاطعتك يا زياد، ايه رأيك؟ لأن مهم. احنا شايفين ان الغلطات بتتكرر اكتر وكده، ممكن ناخد من وقت الفيديو الناس تزهق. ايه رأيك لو ناخد يعني كده وقت لمحة الفيديو سريعة؟ طويل جدا فعلا. ناخد لمحة مهم. سريعة كده ونشوف ايه المميز، على طول، ونقف عنده ونتكلم. يعني والشباب كده كده عظيم زي ما جدا. انت ما قلت يا زياد، ان احنا هننزل الفايل ده، ممكن الاكسس يبقى ليك تشوف التصميم بتاعك وايه الغلطات بتاعتك احنا حاطينها. فالموضوع مهم. هيبقى بسيط بالنسبة لهم وهيكون مفيد برضه للفيديو بحيث انه ما يكونش ممل. فاحنا عايزين نعمل مهم. نظرة سريعة مثلا الشيء المميز ونتكلم عليه عشان ما ناخدش من وقت الفيديو. طيب عظيم جدا. احنا ممكن نبص هنا يا شباب. يعني آه ممكن نشوف التصميم كلها اللي قدامك. كلها نوعا ما نفس الأخطاء مهم. برضو، ولكن هنا في حاجة جديدة بعيدا عن المسافات مهم. والفونت هي والحاجات دي اختلفت كلها. في التصميم. اللاي اوت بتاع الصفحة، التخطيط أو التنسيق بتاع الصفحة كله مختلف تماما. مهم. فأنا مش متعود إن أنا أشوف دول هنا بالشكل ده، فالموضوع ده مش مريح للعين إطلاقا. حاولوا تستخدموا أو يكون الديزاين بتاعكم شفته هنا عملت إيه هنا، بالظبط. تكون نفس التصميمات الاعتيادية بس يعني احنا فعشان بنحاول على أها. قد ما نقدر ان احنا برضه يوزر، مش بس مش يو اي، يعني مش تفكيرنا كيو اي. لا، احنا بنركز برضه كناحية جانب اليو اكس، ازاي بنفيد اليوزر بتاعنا بحاجة سهلة. انت عينك متعودة على دي، خلاص انا هحطها لك هنا، بحيث ان انا ما تعبكش تقعد تدور على المعلومات. انا دي هلاقيها فين؟ طب دي هنقعد افكر. لان لو خليت المستخدم بتاعك يفكر، 100% المستخدم مش هيرجع يستخدم الابلكيشن بتاعك تاني. هو عايز الحاجة البسيطة السريعة. فبنحاول صح. على قد ما نقدر إن احنا نعمل يو اكس بشكل لذيذ وسريع. طبعا شكرا مهم. لمريم، يعني التصميم بتاعك حلو جدا، ولكن نفس زي ما قلنا يعني وضحنا الفكرة. نخش في اللي بعده. طيب خلينا نحاول نشوف حاجة مختلفة هنا. باك جراوند. الباك جراوند والتكست كمان، فخدوا بالظبط. بالكم موضوع الألوان يا شباب. ممكن نشوف أي حاجة تانية سريعة. هنا نفس الأخطاء، هنا أخطاء، هنا نفس الأخطاء. فغالبية الديزاينات يا شباب هتكون كلها نفس الأخطاء مهم. يعني. هنا برضو موضوع مهم جدا، موضوع المسافات. هنا المسافة ما بين الأيكونز دي كلها كبيرة جدا، فلازم تاخدوا بالكم من الموضوع ده جدا يا شباب، مهم. أعتقد إن تقريبا. إحنا عملنا مهم. عملنا يعني. الديزاين ده. مهم. احنا تقريبا واحنا مهم. بنشتغل على الفيدباك او بنحط الاخطاء، تقريبا اشتغلنا فوق ال6 ساعات. يعني احنا ابتدينا بدري، حتى ما استناش تقريبا الساعة. فعلا. اه، ما استناش الديدلاين اللي هو الساعة 12. لا، احنا كنا ابتدينا نشتغل بدري بحيث ان ايه، حتى لو الناس بعتت كنا بنضيف. فالموضوع كنا مهم. بنلاقي الاخطاء متكررة. فالموضوع حبينا ان احنا بس ايه، نخلي الموضوع سريع وبسيط. يعني الجزئية السكرين اللي قدامك يا زياد، مهم. الجزء بتاع الفيو. طب انا هستفيد ايه لما اعرض الفيو او اللايكس بتاعتي؟ انا اللي يهمني بس الفولورز والفولوينج. انا ما يهمنيش الجزئين دول. انا ليه احطهم مهم. واعمل زحمة؟ لا، يعني ملهاش لازمة. مهم. بس الباقي تقريبا يعتبر اتكلمنا عليه في باقي الفيديوهات، البوتونز والسبيسنج ونقطة الفونت. فيعتبر ان احنا اتكلمنا عليه قبل كده. مهم. فلو دخلنا في التصميم اللي بعده. في حاجة هنا مهمة كنت عايز أقولها، لو تعمل لي فولو كده تيجي تشوفني. انا معاك، هي اعمل فولو. إيه رأيك في اللون ده؟ يعني أغرب لون شفته في حياتي صراحة كديزاين. اللون الأحمر مزعج جدا للعين، زائد إن إحنا بنستخدمه في الحاجات اللي بيكون فيها تنبيهات مهم. شديدة أو مهم. مشاكل أو كده. يعني هو صح؟ ما وفقش في اختيار اللون. ممكن يبقى
هو ممكن علشان تقريبا انا ما اظن، يعني انا بحاول ان انا ايه ابص للتصميم. هو تقريبا مختار ان البرايمري كولر ليه هو اللون ده، اللون الاحمر ده. مهم. فممكن اختيارك اساسا التطبيق بتاعك باللون الاحمر مش ممكن ما موفقتش فيه، يعني مش ده الابلكيشن اللي انت تستخدم فيه اللون الاحمر. يعني احنا لو خدنا بنترست ك ك كتغذية بصرية ليه، هو بيستخدم اللون الأحمر لأن هو الشعر بتاعه أو البراندنج بتاعه الريد كولر. ما بيستخدمش دايما اللون الأحمر في الحاجات اللي زي دي. فالموضوع لو مم. عايزين ناخد تغذية بصرية ليه، فالموضوع برضه بيبقى لذيذ، ما بنحطش اللون الأحمر بالشكل ده بس. صح جدا. اه. خلينا نشوف ديزاين مختلف شوية. فيش اختلافات كتير، فيش اختلافات كتير. نفس الأخطاء اللي اتكلمنا عليها يا شباب. كمان زي ما قلنا لكم هنسيب لكم الفايل ده، هنبعته لكم على الجروب إن شاء الله، عشان تدخلوا وتتابعوا برضو الأخطاء وتفضلوا متذكرين من العلامات اللي موجودة إيه هي أخطائكم بالظبط. فيعتبر السكشن ده خلصان. ممكن يا أستاذ باسم لو أنا هعمل لك فولو لو تبصلنا على السكشن التاني هنا. مهم. حلو شباب، هنا ما شاء الله شغالين شغل يعني صار هنا بشكل ممتاز. بس في حاجة، إذا بنقدر نحكي تمام أنا كيف أقدر أصلح. يعني بدنا نفترض إنه واحد تمام نعرف المشكلة بالمسافات، كيف أقدر، إيش السبل اللي أنا عن طريقها أنا ممكن أقدر أضبط المسافات. المقالات اللي هتتبعت له والفيديوهات اللي ما هتتبعت هو له بدك تحكي له إيش يعمل بالمقالات بالضبط. يتفرج عليها هل هيعمل ايه. المقال لحاله، هل انا المقال هحاول. لحاله. بس مم. لو جينا للسكشن التاني ده يا شباب، طبعا احنا مقسمينهم بس مش تقسيم مستويات أو لا. حاجة، هو تقسيم عشوائي كده. المهم لان هنا كان نفس في كذا واحد شغال على مهم. اه الاداره بالظبط، تقريبا كلها كانت احنا بتشتغل، كنا كنا 8 مقسمين. شغالين مهم. على الموضوع ده كله. حتى فنفس لو عملت زي كده زوم هتلاقي كومنتس والحاجات دي، فاحنا مهم. نقلناها. بالظبط. فتقريبا كل اللي انتوا شايفين ده كان مملي كان مملي كومنتس والحاجات اللي زي دي. مهم. فالموضوع ان احنا بس خدنا كوبي من البيجز التانية، فما جاتش الكوبي معانا، ما جاتش قصدي الكومنتس معانا. فالموضوع كان اشتغلنا عليه كلنا كتيم، يعني عشان يطلع بالشكل ده. بالظبط. الموضوع هنا كمان يا شباب هتلاقونا ضايفين لكم بعض الكومنتس اللي مهم. تقدروا تدخلوا تشوفوها. فنفس يعني الأخطاء برضو. نفتح كده كومنت مثلا من الكومنتس دي، على الأقل مهم. كومنت واحد يبان. المسافات بين الاسم والنص كبيرة جدا، يجب أن تكون المسافات لا تزيد عن 16 بكسل. مهم. فهنا فعلا المسافة ما بين النص كبيرة جدا. مهم. لو فتحتوا الرابط اللينك اللي هنسيبه لكم بتاع الملف ده، هتلاقوا كل التوضيحات دي، لأن فعليا الأخطاء متكررة جدا. اللي حتى عجبني يعني. قوي اتفضل. لا، اتفضل. انا كنت هقول لك بس ان احنا كنا حاطين داتا للاشخاص، لان احنا كنا مهتمين اوي نوصل مش اي حد يعني عاملين كده بس جايبين التصاميم. لا، احنا كنا عايزين نعرف مين اللي عمل التصاميم ده، عشان كده ممكن هتلاقي بص على الجنب لو انت مركز. احنا حاطين مثلا مين اللي بعت المسج ده واسمه ايه على التليجرام وهكذا، عشان نقدر ان احنا نوصل له لو محتاج اي مساعدة، محتاج اي حاجة نقدر ان احنا نوصل له. مش بس نعمل فيدباك كده سريعا، لا احنا مهتمين بالشباب معانا في المجتمع على الجروب عندنا وعلى هاف فيس. وكنا حابين ان احنا ايه نتطور اكتر فيما بعد ان شاء الله في التشانلز اللي جايه، ان احنا مهم. نتفاعل ونعرف مين اللي شغال معانا ومين يبقى عندنا داتا، مين الاشخاص المتفاعله اكتر، عشان فيما بعد ان شاء الله لما نتطور والموضوع يوصل للنهايه نحدد مين اللي فايز او مين اللي كسبان معانا في التشالنج دي. بس دي مهم. الجزئية، عشان لو حد لقى إن في داتا إحنا برضه شلناها وفي داتا إحنا حاطينها، فالموضوع كان مركز أكتر إن إحنا نفيد الشباب في المجتمع عندنا بس. مهم. طيب، جميل جدا. انا الحاجة اللي عجبتني هنا في الديزاين ده
هي توضيحها وشرحها مهم. للديزاين. فما شاء الله مجهود رندا على جميل ما جدا. أظن، بس كان رندا اسمها. أعتقد. اه عايش اسمها عايش رندا. جدا. عايش جدا فعلا. ففي بعض الحاجات البسيطة جدا بسيطة. اللي هتحسن الديزاين بتاعك لحتة تانية، وتفاصيل يعني هي دي كلها تفاصيل، مش حاجات زي ما احنا قلنا واضحة أو يعني. كده. زي ما مهم. احنا قلنا في البداية، كل لما التصميم بيبقى يعني بروفيشنال اكتر، بنحب ان احنا نديله كومنتس ان هو يعلي التصميم بتاعه بشكل مش بس بشكل هو مش مبتدئ. هو التصميم ما شاء الله اللي قدامنا بتاع رندا يعني ده محترف، حد محترف اللي عامل كده. فبنحاول مهم. على قد ما نقدر ان احنا نديله كومنتس تفيده. يعني مش بالظبط. يعني كترة الكومنتس دي مش معناه ان التصميم وحش، لا بالعكس، التصميم حلو جدا، شكله حلو جدا، بس احنا عايزين نفيد الشخص ده، فبالتالي بنديله كومنتس تفيده ليس إلا. مهم. طيب بس. برضو هنا انا كنت اعرف فارس برضو من مهم. الاشخاص المحترمين جدا حبيبي. فالمهم هنسيب لكم هنا بعض الكومنتس يا فارس اللي هتحسن الديزاين بتاعك، وبعض التريكات برضو البسيطة جدا والأخطاء اللي متكررة. أظن أصلا إن إحنا من كتر ما كررنا أخطاء هم حفظوها، مش محتاجين مهم. يدخلوا يشوفوا الكومنتات بالظبط، والحاجات اللي وفي إحنا كومنتس حاطينها. يعني بالظبط. مهم. بالظبط، كل حاجة واضحة هنا زي الفل. نفس الأخطاء، مفيش أي حاجة جديدة. هنا برضو كلها نفس الأخطاء. نفس الأخطاء والتفاصيل، الفونت والمسافات والألوان. هنا برضو موضوع الألوان مش أفضل حاجة تماما. مهم. لو جينا هنا برضو نوعا ما موضوع الألوان مش متناسق. مهم. فموضوع الألوان ده لازم تركزوا عليها يا شباب، في أساسيات زي ما قلنا لازم تركزوا عليها. مهم. فهنسيب لكم إن شاء الله على طول رابط ورابط الفايل ده تقريبا في فوق يا أكتر جماعة. من 120 تصميم، فصعب إنك مهم. 120 تصميم تديلهم الفيدباك واحد واحد، لأن الأخطاء متكررة، فمش عايزين الفيديو يبقى بالظبط. ممل. بالظبط، كمان حاجة مهمة جدا، مش بس تدخل تدور على الديزاين بتاعك، انت ممكن تدخل بالظبط. تتعلم طبعا أخطاء اللي موجودة في ديزاينات ناس تانية، بحيث إن انت ما تقعش في نفس الأخطاء دي، ما تكررهاش. في نصايح جدا بس يعني جدا حلوة جدا، مهم. والكومنتس اللي احنا حاطينها ما شاء الله يعني شاملة شاملة. وإح- بالظبط، واحنا طبعا موجودين معاكم على الجروب، لو في أي حد مفيش حاجة واضحة بالنسبة له ممكن يبعت رسالة على الجروب أو يتواصل معانا أو أيا يكن، يعني احنا بالظبط. موجودين على الجروب. كمان مهم. عايزينكم يا شباب تعملوا حاجة مهمة أوي يعني. احنا أنا بحاول بس أتكلم معاكم، بدور على أي حاجة مختلفة تكون ما اتكلمناش فيها. حاجة من الحاجات اللي نفسنا فعلا تعملوها، وهي إن انتوا تتفاعلوا مع بعض على الجروب، بحيث إن انتوا أصلا تدوا فيدباك لبعض. ولو حد مثلا رفع الديزاين بتاعه، مش شرط تستنوا الفيدباك مننا احنا بس، انتوا ممكن تتكلموا مع بعض وتتناقشوا مع بعض. لو حد شايف حد عامل حاجة غلط ممكن تفيدوا بعض. النقاش والكلام والحاجات دي فعليا بتفرق جدا جدا في مستواك. يعني انا افتكر اول ما كنت بتعلم، انا قعدت فترة كبيرة قوي ما بعملش حاجة غير ان انا بس بدخل اقرأ الكومنتات بتاعت الناس اللي هم السينيورز بقى، اللي قاعدين مختلفين في نقط معينة. كنت ببقى مبسوط جدا بالموضوع ده. كنت بطلع من الكومنتات أكني أخدت كورس أو أخدت أو اتفرجت على فيديو أو كده. فأعتقد إن إحنا ما عادش معانا حاجة جديدة. أعتقد إن إحنا كده فنشنا. يعتبر احنا خلصنا ووضحنا مهم. كل الأفكار بالظبط. والغلطات اللي ممكن حد يقع فيها يعني. يا دوبك لو الشباب حتى مش شرط زي ما انت ما قلت ان يكون تصميمك موجود او تدور على التصميم، انت لو شفت باقي الشباب او الكومنتس اللي زي دي، احنا حبينا ان احنا نقسم الفيديو مثلا، احنا نقول الكومنتس دي بنفسنا وفي كومنتس هتبقى مكتوبة. فاحنا حبينا ان احنا نقسم الفيديو لجزئين، بحيث ان احنا نفيد الشباب بشكل ممتاز وشكل واضح. ونتمنى من الشباب يكملوا في الحماس بتاع التشالنج. يعني ده كان أول يوم أو أول تحدي إن شاء الله، يعني في مهم. أكتر من 120 تصميم، فالموضوع
جدا جدا ممتاز، وادانا كده دافع ان احنا نكمل. وان شاء الله الشباب شغلهم حلو ويتطور كل مدى، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نساعد الشباب دي. لو حابين مثلا ناخد كل واحد حابب يقدم نصيحة للشباب المبتدئ، لو نبتدي عند آه، يعني اتكلم كده كده يا زياد، تقول لنا يعني لو عايز تدي نصيحة. والله أنا نصيحتي للشباب المبتدئ وهي أول حاجة ما تبصش أو تستقل بأي نتيجة أيا يكن النتيجة اللي أنت طلعتها، أو تتكسف إنك تشارك لمجرد إن أنت لسه ما بدأتش، أو تقول لأ أنا الديزاين بتاعي ده مش هبعته عشان أنا محرج، خصوصا كمان إن بيكون معانا ناس في ليفلات نوعا ما كويسة، فأنت بتحس إن أنت أقل منهم بكتير. الناس دي وكلنا بدأنا من الصفر ومن تحت الصفر، وكنا بنطلع ديزاينات أسوأ من دي بكتير جدا. الفكرة كلها ان انت ما تبصش لكل ده كله، وبص في المرحلة اللي انت فيها. انت كشخص مبتدئ طبيعي جدا ان انت تطلع ديزاين بنفس التفاصيل دي كلها وبنفس الاخطاء دي كلها. انت شخص لسه بيتعلم، اهم حاجة تفضل تتعلم وتفضل تطور من نفسك بس. بالظبط، بالظبط. آه، أستاذ ويس، هل أنت موجود؟ ايوه. يعني لو بتحب تدي كده نصيحة للشباب الجديدة، أو إزاي يستفيدوا من الفيدباك مثلا، نكون مهم. شاكرين لك. طيب، يلا أبدأ أحكي الآن. أول شيء سعيدين جدا بمشاركاتكم. نحن كل رسالة بتنرسل وكل مشاركة وكل نصيحة وكل سؤال إحنا بنكون متابعينه. الإدارة كلها بتطلع عليه، الأستاذ إيهاب بتطلع عليه. كلنا متواجدين معاكم. استفيدوا. العنصر الأساسي في مجالنا هو الكوميونيكيشن. مهم. التواصل هو الأساس. تواصلوا مع الناس، اسألوا، جاوبوا على الناس، وتفاعلوا في مختلف الأماكن. ما شاء الله المجتمع بيكبر يوم عن يوم، وإحنا الآن نفترض في نهاية تسجيل هاي الحلقة نكون دخلنا على 5000. فالأرقام الأكبر جاية إن شاء الله بالطريق، وأنتم جزء من النجاح. وفي الكثير من الأفكار والكورسات إن شاء الله التي ستسجل قريبا، وإن شاء الله حتكونوا أول الناس اللي حيطلع عليها. إن شاء الله. لو عبد الرحمن أنت معانا، معكم إن شاء الله. يعني لو حابب تضيف كلمة، خصوصا برضو أنا إنك ما ظهرتش في البداية، فأنا أحب أديك حقك إن عبد الرحمن اشتغل جدا جدا في جزء الكتابة، الفيدباك الكتابي اللي هنا لو انتوا شايفين، فيعني تعب جدا معانا النهاردة، فبنعذر ونديك عذرك لو كنتش موجود معانا في الفيدباك اللي احنا اتكلمنا فيه. الله يخليك والله يا باسم، ولكن انا حابب والله اشكر كل الناس اللي شاركت النهارده في التحدي، بما انه دوت كان اول يوم، وهي اصعب خطوه بتكون دايما خطوه البدايه. الهدف من التحدي ده مش ان الناس بس كانت تشوف مستواها، او ان هو خلاص شاف من المستوى ويزعل مثلا من فيدباك في حاجه معينه. لا، احنا الهدف ان احنا في نهايه السبع ايام ان شاء الله تكون شايف ايه التحسن اللي وصل في مستواك. ايوه، انا في اول يوم كان عندي غلطه مكتوبه لي، عندي غلطه هنا في استخدام الالوان، وعندي غلطه هنا في السبيسنج. طيب هل في نهايه السبع ايام هيكون عندي لسه نفس الغلطات دي ولا لا؟ ان شاء الله في اخر السبع ايام ديت تكون الغلطات ديت قلت بنسبه كبيره او اختفت خالص. اي حد وهو لسه في البدايه افتكر كده، لو انت شايف شغل حد قدامك حلو او شغل حد احسن منك، هو بدأ الموضوع ازاي؟ هو اكيد في يوم من الايام برضه ما كانش يعرف هو ايه البرنامج اللي بيصمم عليه، ولا يعرف اساسيات التصميم، ولكن خدها واحده واحده. فكلكم وصلتوا والله المجهود حلو ان انتوا اصلا بدأتوا. خطوة إن الواحد يعرض شغله قدام الناس دي كانت محتاجة شجاعة كبيرة أوي من الناس. في ناس كتير بتخاف إن هي تعرض شغلها قدام الناس، مش كل الناس بتقبل النقد، ولكن والله أنا من الشغل اللي إحنا اشتغلناه النهاردة إحنا شايفين المجموعة كلها، سواء ال120 أو ال130 واحد دول، مجموعة مميزة جدا إن شاء الله. متحمسين إن هم يكملوا معانا في باقي التحديات، ومتحمسين ان هم يكملوا معانا في المرحله اللي احنا عاملينها اللي بعد التحديات ان شاء الله. وان شاء الله نقدر نفيدكم كلكم في الفتره الجايه. واي حد عنده اي سؤال ما يتكسفش ان هو ينزل في الجروب، او يسال حد من الادمن، او تساعدوا بعضكم. وان شاء الله يكون في محتوى لان انتوا ازاي تحسنوا الغلطات اللي انتوا غلطتوا فيها ديت. يعني
لان هي حاجات هي اساسيات في الاول، ولكن ان شاء الله في نهايه ال7 ايام مش هيكون حاجه من دي موجوده يعني. بالظبط جدا، وبشكرك يا عبد الرحمن، وبرضه حابب إن أنا أشكرك على تعبك، لأن أنا عارف إنك تعبت النهاردة وفي الفيدباك ده. وبرضه عايز أدي حق للبشمهندسة ريما، يعني اسمها ريما. بس هي مش موجودة معانا في الميتنج النهاردة، بس برضه حابب إن أنا أديها حقها، لأن هي اشتغلت وتعبت معانا في إن هي تحط الفيدباك الكتابي. يوسف، لو حابب برضو، يوسف مبرمج أكتر بس هو اشتغل معانا برضو، أجبرنا إن هو يشتغل معانا. بس لو حابب إنك تضيف كلمة، سواء الشباب هنا في اليو اي، أو كمبرمج لسه في المبتدئ، يعني اتفضل. أنا مفيش كلمة أقدر أضيفها فوق كلامكم يعني الصراحة. كل اللي انتوا قلتوه صح يعني. كل النصايح اللي شخص مبتدئ عاوز يسمعها خلاص يعني. هي دي النصايح اللي المفروض تتقال له. ومفروض يركز إن هو يطور من نفسه، ما يركزش إن هو عمل حاجة مثلا ناقصة، حاجة لا مش كويسة وهكذا. لا، المفروض أهم حاجة إن إحنا نركز عليها الاستمرارية يعني. اللي بيفرق فعلا فعلا الاستمرارية. ممكن يجي عليك وقت إن أنت مش قادر تكمل، مش قادر تقعد في كمبيوتر، مش قادر تذاكر حرف كمان. ده طبيعي. فاللي بيعدي من المرحلة دي يعني هو اللي يوصل لحاجة. بس يعني معها بقى حاجات تانية أكيد يعني، التطبيق وتكملة المذاكرة وهكذا. فبس يعني ربنا معاكم. بالظبط يا جو، معاك حق. بس حابب إن أنا أقدم اعتذاري للي هيتفرج على الفيديو لو لقينا إن إحنا صوتنا تعبان شوية أو مجهدين شوية، لأن حرفيا إحنا داخلين في ال10 ساعات. إحنا قاعدين مع بعض 10 ساعات شغالين على البروجكت ده، وإن إحنا نطلعه كده سواء كتابيا أو نطلع الفيديو ليكم. فبعتذر لكم جدا لو حد حس إن إحنا تعبانين أو صوتنا مرهق شوية. بس زي ما قلت لكم، الموضوع كان أخد وقت إن احنا نجمع 120 تصميم، وإن احنا نكتبه، وإن احنا نقدر إن احنا ندي فيدباك لكله. ونعتذر برضو لو حد ملقاش التصميم بتاعه، أو هو اتأخر ما سلمش التصميم بعد الديدلاين. فعلى قد ما نقدر تقريبا جمعنا كل التصاميم كلها، على قد ما نقدر حطينا الفيدباك بتاعها ما يعني كله. فاحنا بس قسمنا الحلقة بتاعتنا أو بالضبط. ليه فيدباك ان احنا نتكلم فيه اكتر، وفي فيدباك كتابي اكتر ان احنا وضحنا كل بوينت الكتاب بتاعها. الشباب اللي هتفرج على الفيديو نتمنى ان هم يخشوا على الفايل. احنا هنبعت الفايل ده، حلو. يشوفوا الجزء الكتابي، هيفيدهم جدا 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 الفيدباك الكتابي. إن شاء الله. طيب تسمحوا لي كده، بعد أكثر من 10 ساعات، بدأنا الساعة 8 والآن 8 مساء، والآن 6:25 صباحا. بالظبط. مرت ببريك واحد أو بريكين بس، أكثر من 10 ساعات. بس كنا صراحة برحلة سعيدة مع تصاميمكم. إن شاء الله في الكثير من الأفكار، بس يعني ما حنجتمع 10 ساعات، حنقللها أكيد. اكيد. الله يعطيكم العافية، سعيدين جدا. أنا حاب أشكر الشباب كلهم باسمه ولقبه، باسم جمال، وعبد الرحمن محمد، ويوسف أحمد، وزياد طوسون، وإن شاء الله يكون نطقت الاسم صحيح، وسلوى، وريما. زياد طوسون، نعم. وسلوى وريما ومريم وأستاذ إيهاب طبعا على طبعا، رأس القائمة، لأن هو وأسامة. شاف. آسف لو بقطعك يا ويس، هو شاف الفيدباك بتاعنا وأعطانا نصايح، وهو شاركنا مش بس. بالضبط، صحيح، كان حاضر معانا بكل التفاصيل، الله يجزاه مم. الخير برغم سفر وكذا. بالظبط. خلص كده إن شاء الله انتهت رحلتنا معاكم بعد أكثر من 10 ساعات. تصبحوا على خير، أو صباح الخير إذا كنتوا تتفرجوا على الصبح. نتمنى لكم أوقات سعيدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله السلام تعالى عليكم. وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.